أول أثر هتشوفه في شارع المعز على إيدك الشمال قدام خضر العطار، مدرسة السلطان الأشرف بيرس بي، اللي كان مملوك للأمير دقماق المحمدي اللي أهداه إلى السلطان الظاهر برقوق. وبعد كده أعتقوا السلطان برقوق وترقى في المناصب وبقى واحد من أمراء دولة المماليك البرجية الجراكسة. السلطان الأشرف بيرسبي اتولى الحكم 1422 لغاية 1438، يعني تقريبا 16 سنة. كانت فترة فيها ازدهار اقتصادي وعسكري وسياسي لدولة المماليك البرجية، وخاصة ان هو قدر ب3 حملات بحرية يبعتهم الى جزيرة قبرص انه يمنع جزيرة قبرص من تعطيل تجارة المماليك في البحر المتوسط. قدر ب3 حملات دول انه يدخل جزيرة قبرص ويخش العاصمة نيقوسية ويقبض على ملك قبرص جانوس ويأسره ويرجع بيه هو وعدد كبير من الأسرى إلى القاهرة. وأصبحت قبرص جزء من دولة المماليك، يعني دولة المماليك كانت بتحكم قبرص في عهد السلطان بيرس بي، وفضلت قبرص تحت حكم المماليك لغاية الفتح العثماني. دي مدرسة السلطان الأشرف بيرس بي، هي طبعا تحفة مملوكية زي باقي الآثار المملوكية في شارع المعز. ده السقف بتاع المحراب الإيواني الرئيسي اللي هو فيه المحراب والمنبر. ده المنبر من الصدف والخشب المعشق، ودي الأشكال الهندسية اللي في المحراب الرئيسي في مدرسة السلطان الأشرف بيرس بي. طبعا هو مكون من 4 إيوانات، كل إيوان كان بيتدرس فيه مذهب من المذاهب ال4.